السلام عليكم. معاكم دكتور أيمن قللي من قناة مواطن صريح. هتكلم عن الوضع الاقتصادي. طبعا في اليومين اللي فاتوا دول كلنا بنتكلم، سواء المواطنين العاديين، بعض المواطنين والاقتصاديين والسياسيين، ازاي السعودية اتخلت عن مصر اقتصاديا وراحت لتركيا تستثمر أموالها هناك. يا جماعة، لازم نتخلص من فكرة العواطف. الأموال ما بتعرفش عواطف، الأموال بتعرف أرباح. تركيا عرفوا يوفروا بيئة استثمار جاذبة للأموال التريليونية الخليجية، وأولهم طبعا أكبرهم السعودية. برافو تركيا. احنا في مصر عملنا ايه؟ احنا بنتكلم كتير كالمعتاد. مصر احنا بنتكلم كتير وبنروج للمستثمر كلام، لكن احنا على ارض الواقع ما بنوفرش حاجه ذات قيمه تخليه فعلا ياخد قرار انه يجي يستثمر في مصر. طبعا دي مسؤوليه الصندوق السيادي المصري، ومسؤوليه وزير الاستثمار، وزير الصناعه، وزير الماليه. دول الجهات المسؤوله مباشره عن توفير بيئه جاذبه للمستثمر. كون ان السعوديه تاخد قرار هتروح تركيا، حقها طبعا، لانه ما لقاش في مصر الجديه الكافيه انه يلاقي بيئه استثماريه صالحه. فما تلوموش السعوديه، لوم انفسكم طبعا. على فكره، تركيا لحد السنه اللي فاتت كان حجم التصدير عندها 380 مليار دولار. تخيل. واحنا في مصر لما بنجيب 70 مليار بنطبل ونحزم ونرقص. تركيا بتصنع سيارات بجد، بتصنع ملابس، بتصنع أغذية، بتصدر لكل دول العالم وبجودة عالية جدا وبأسعار تنافسية. عرفوا يجذبوا كمان الاستثمارات الخليجية، وأولها السعودية، وطبعا يعني يتلوها القطرية أيضا. في مصر إلى الآن طبعا بنعترف إن في محاولات على مدار السنين لجذب المستثمرين الأجانب لمصر، لكن لازم نفهم إن اللي اتعمل غير كافي أو غير جدي. يا ده يا ده، يعني مفيش جدية أو غير كافية إنه يجذب مستثمر. طيب، إحنا لما يكون عندنا فرقة تعبانة شوية بنروح نجيب مدرب أجنبي. طب ما في فكرة ما حلوة، طب ما نجيب أجانب، وليكن الانجليز مثلا على سبيل المثال، نجيب مجموعات اقتصاديه انجليزيه تدير لنا ملف الاستثمار في مصر، وتوصياتهم تنفذ علشان نعرف نجذب المستثمرين. احنا محتاجين مصانع كتير، محتاجين مزارع كتير، محتاجين ان الشعب يشتغل، الشباب يشتغل، محتاجين انه الدخل السنوي للافراد يبقى مرتفع، محتاجين ان مصر تبقى دولة مصنفة صناعية وزراعية بجد، مش كلام اعلام. مش عيب والله العظيم ان احنا نجيب مجموعات استثمارية اجنبية تدير لنا زي ما عملوا الامارات. مين عمل الامارات اقتصاديا؟ اغلبها كانت شركات متخصصة في ادارة الاستثمار، كان اغلبها من الانجليز. بدون دخول في تفاصيل، الخلاصة يا جماعة، استعينوا ببيوت خبرات أجنبية في مجال الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار في مصر. مش عيب. مسؤوليتي أنا كمواطن أن أنا أتكلم. المسؤولية مش يعني من أول أصغر مواطن لحد رئيس الدولة. دي مسؤوليتنا كلنا، إن احنا نفكر إزاي هنزود الاستثمارات الأجنبية. الصناديق الخليجية السيادية اللي هي القطرية والسعودية والإماراتية عندهم تريليونات عاوزين يستثمروها في مكان يكسبهم، مش مجرد ان هو جاي يسندك او جاي يساعدك كتر خيرهم، لكن هو كمان عاوز يكسب. فمحتاج يدخل التريليونات بتاعته يدخلها في مكان جاذب حقيقي وآمن.
حقيقي. فيا جماعة، يا مسؤولين عن ملف الاستثمار، كفاية تضييع وقت. احنا في وضع ضيق جدا على مستوى العالم، لكن احنا في مصر اكتر شوية. وضعنا محتاج ناس عندها جدية وعندها نية حقيقية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر. أنا يعني على علاقة بأحد مديري الشركات أو المجموعات الاقتصادية الكبيرة الخليجية، بسأله سؤال بسيط: ليه ما بتجوش تشتغلوا في مصر؟ قال لي الكلام عندكم حلو، لكن على أرض الواقع الوضع مش حلو، ومفيش حد مجنون هيجيب فلوس ويجي يستثمر في هذه البيئة الغير صالحة. ظبطوا الأول البيئة الاستثمارية بتاعتكم وهتلاقوا تريليونات جاية لكم. يا جماعة يا جماعة، ما تضيعوش الوقت. الوقت بقى صعب جدا، لازم يبقى في تحرك حقيقي وسريع لجذب الاستثمارات، وربنا يجيب الخير للجميع. السلام عليكم.